السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في الفيديو التاني في كورس مبادئ المحاسبة المالية للمبتدئين. تمام، احنا خلصنا الفيديو الأولاني بالقيد الافتتاحي اللي احنا عملناه، ان احنا سجلنا المليون جنيه اللي دخلت البنك عندنا ومن رأس المال. لو لاحظتوا حاجة هنا، احنا الراجل كده علاقته انتهت، اللي هو صاحب الشركة ده ملوش أي حاجة، يعني هو على الورق مفيش حاجة اسمها صاحب الشركة. بقى الشركة هنا بقت شخصية اعتبارية. تمام، ودي حاجة مهمة لازم تفهموها. فالفلوس هنا نزلت، ثبتت في البيض اب كابيتال، في راس المال العامل بتاع الشركة ده خلاص بقى عليه مليون جنيه، واتثبتت في البنك في الحركة اللي تمت. وده بقى ياخدنا اللي احنا قفلنا بيه الفيديو التاني، ايه الديبت وايه الكريدت. ايه الفكرة يعني؟ الفكرة هنا ان انا عندي الحسابات اصلا في الاول نوعين، يعني اما الحساب ده طبيعته ديبت، فلما بعمل عليه قيود بزوده. وتعالى هنا ناخد بقى سكرين شوت كده من اللي حاصل قدامنا ده. ايه اللي حصل؟ ناخد الوضع كده ونحلله. يعني انا دلوقتي رحت البنك، انا كصاحب الشركه رحت البنك، حطيت مليون جنيه في البنك. البنك ده حساب زي ما قلنا طبيعته ديبت، فالبنك رصيده زاد، فاوتوماتيك كده اي حساب طبيعته اي زياده في الحساب بتبقى مع طبيعه الحساب. طيب يبقى ده يودينا للناحيه التانية، راس المال طبيعته كريدت، فانا هنا زودت راس المال بمليون جنيه، فنفس النظام. طيب لو انا جيت بقى خرجت مثلا، انا هعمل قيد تاني مثلا وخرجت فلوس من البنك، يبقى كده البنك قل. انا خدت من الحساب اللي عندي المليون جنيه ده الرقم قل، اخدت منه وليكن 100,000 جنيه. لو جيت قلت هنا مثلا بنك ديبت البنك ده، سوري كريدت البنك ب1000 جنيه. خلينا نعمل بس كود مظبوط يعني. خلينا بس نمسح التوتال ده، انا مش عايز توتال دلوقتي اصلا لحاجه. تمام، وخلينا ايه، نسحب ده كده عشان نعرف نشتغل. تمام. طيب انا دلوقتي مثلا خلاص انا فتحت الشركه. تعالى نعمل قيد تاني ونفهم انا عايز اقول ايه. عايز اشتري مثلا كمبيوترات، فانا الكمبيوترات خلاص اسجلها على الحساب اللي عندي المخصوص بالكمبيوترات. كده اي حركه بتتسجل، سواء انا دافع فلوس لبره الشركه، بره دافع فلوس لضرايب، دافع فلوس لمرتبات بديها للناس، الفلوس دي فعليا خرجت من عندي خلاص، بس بسجلها. مش بكتفي طبعا ان انا اسجلها على حساب البنك، ان انا مثلا صرفت مرتبات 10,000 جنيه فخلاص كده، لا، لازم يبقى في حساب قدامها. عشان كده القيد مزدوج. دايما بتسمع كلمه القيد المزدوج، هو كده، هو القيد لازم يبقى حركتين، والحركتين لازم يبقوا قد بعض. حركتين او كذا حركه، يعني ممكن يبقى 3 حركات ديبت 3 كريدت، ما فيهاش مشكله. بس الفكره كلها ان المجموع بتاع الاثنين دول لازم يبقى قد بعض، زي ما عملنا في الانتري بتاع الانتري الافتتاحي. لما نيجي ننزل نوصل تحت على التوتال هنلاقي هنا مليون وهنا مليون. تمام. تعالى بقى احنا هنبتدي نشتري حاجات. مثلا هنشتري مثلا ايه، اجهزه كمبيوتر مثلا، يعني قيد سريع كده، او هنأجر مكان. هنأجر مكان مثلا وهندفع له ايه الايجار بتاعه. طيب هندفع مثلا ايه 50,000 جنيه ايجار، فانا هنا هسجله على طول على الرنت. هو طبعا ما بتسجلش على الرنت دايركت كده، بس احنا ايه، خلينا مثلا عشان اوصل الفكره اللي انا عايزها، ناخد حساب الرنت زي ما احنا متعودين. تمام، 50,000 جنيه ديبت. طبعا الفلوس اللي انا دفعتها من البنك، يبقى حساب البنك بقى ايه، قل. هنا حساب البنك هيقل ب50,000 جنيه، يبقى حساب البنك كريدت. ده معنى ايه اللي حصل؟ ده معنى ايه؟ تعالى كده نبص على البنك. حساب البنك بقى البالانس بتاعه او الرصيد بتاعه 950,000. طيب حاجه تاني، هنا انا ايه، حطيت على حساب الرنت 50,000 جنيه، وانت مغمض كده حساب الرنت زاد بقى ب50,000 جنيه. معناه كده ان حساب الرنت او حساب المصاريف ايه، حساب ديبت. تمام. هو ده بقى كونسبت برضو انا عايزك تفهم، ان انت الحركه قدامك وهي بتحصل هتبقى انت شايف الحساب ده طبيعته ايه، فانت كده تقدر تفهم ان البنك ده بيقل وبقى فخلاص بقى كريدت. الحساب اللي بيقل عن طبيعته او بيبقى عكس طبيعته بيتقلب للناحيه التانية. يعني مثلا حساب الاكونتس بيبل او الالتزامات اللايبيليتيز دي حسابات كريدت، فلما انا اقفل الحساب او ادفع فلوس للحساب ده فالحساب يقل، ياخد مثلا الانتري يبقى ديبت. لو انا مثلا بدفع لمورد، فبدل الرنت ده
خليته لايبيليتي، معنى كده ان الحساب ده بيقل، فمعناه كده ان الحساب ده بقى عكس طبيعته. هو ده بقى الكونسبت بتاع ايه، اي زياده مع طبيعه اي زياده في الحساب بتمشي مع طبيعه الحساب، اي نقص في الحساب عكس طبيعه الحساب. يا رب يبقى الفيديو عجبكم. هو فيديو قصير، الموضوع ان شاء الله سهل في الشرح يعني. ولو في اي حاجه سيبوا لي كومنت وقولوا لي. انا كل يوم هتلاقوا فيديو ان شاء الله في حدود الساعه 6 كده بينزل. هنشتغل ستيب باي ستيب بالراحه كده لغايه لما نلم الموضوع. هنبتدي نعمل انترست بقى يوميه بتحصل. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم.